السلام عليكم خوتي خواتاتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده يا رب. ومرحبا بكم معايا في قناتي وصفات شاديه. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الغديوه ديالي، هي غديوه بسيطه نتمنى تعجبكم. الغديوه ديالي اللي هو الطاجين بسلاوي، نتمنى يعجبكم ينال الاستحسان ديالكم. وما نطولش عليكم، ندوز المكونات اللي غنحتاج لها في هذه الغديوه ديال اليوم. عندي هنا اللحم ولا ديروا الدجاج اللي بغيتو. انا عندي قزبر ومعدنوس مقطعين رقاق، 3 فصوصه ديال الثوم محكوكين، عندي بصله كبيره مشلضه، عندي هنا العطريه الكركم او الخرقوم البلدي، عندي سكينجبير وابزار والملح. صافي دابا غندير الزيت هو الاول، غندير تقريبا 3 المعالق كبار ديال الزيت. نتمنى هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يعجبكم. صافي دابا غنزيد اللحيمات، غديوه سهله قلت نشاركها مع المتتبعين والمتتبعات ديالي الغزالات. هنايا زيت العطريه كلها، وغنزيد القزبر والمعدنوس والثومه، وغنشحر مزيان هاد الحيمات على ما تدخل ليها العطريه مزيان في اللحم. نتمنى البنات تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير. صافي هنا غنزيد البصله وغنخلي كلشي يتشحر مزيان. انا هنايا غنغطيه، غنزيد شويه الماء وغنغطيه، غنخليه حتى يتشحر ليا مزيان، عاد غنرمي من فوق منه السلاوي. ما تنساونيش بالتعاليق الزوينه ديالكم ولا اللي خطيكم عليا. صافي هنا من بعد ما غطيت خليته يتشحر ليا مزيان كما كتشوفوا. دابا غادي نرمي فوق منه السلاوي. انا ناقصه انا البوطه، دايره العافيه مهيله باش يطيب لي الطاجين على خاطره، كيجي زوين الطاجين بسلاوي. صافي هنايا غنرمي السلاوي كما كتشوفوا، نقيته وغسلته مزيان، قطعته على هذا الشكل هكا. صافي وكنبدا نستفو على هاد الطريقه هكا. نتمنى اي واحد يلا كيشوف القناه ديالي ولا زار القناه ديالي ما ينساش ديري اشتراك ابوني. الله يجازيكم بخير فضلا وليس امرا. ونتمنى ديروا مشاهده كامله البنات الفيديو، وما تنسوش بالتعاليق الزوينه ديالكم ولايكات البنات، لايكات. الله يجازيكم بخير، ونتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. غديوه بسيطه حبيت نشاركها معكم، نتمنى تعجبكم يا ربي ويعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم. سلاوي باللحم البنات في الطاجين كيجي زوين، اي حاجه في الطاجين كتجي بنينه، الماكله ديال الطاجين كتجي زوينه. كنبقى مستمره على الطريقه هكا، كنستف السلاوي على هذا الشكل هكا حتى كنكملو كامل. هنا راه ناقص عليه العافيه، نخلي العافيه مهيله باش يطيب على خاطرو. مع الطاجين كيبغي الوقت فاش يطيب. دابا غنزيد شويه ديال الزيتون حمر من الفوق. الزيتون تا هو كيعطي واحد المذاق زوين مع السلاوي، كيجي زوين. وغنزيد من الفوق الحامض مصير، قطعته طريفات على الشكل هكا. حتى القرعه الخضراء او الكورجيت هي كتجي مع السلاوي زوينه في الطاجين.
وهذا هو الطواجين ديالي كيف ما كتشوفوا. دابا نخليه يطيب على خاطره. كيف ما قلت لكم العافيه راه ناقصاها، وخلي عافيه مهيله. هنايا حكيت واحد المطيشه كبيره، غنخويها من الفوق، فوق من السلاوي على الطريقه هكا. هنايا مطيشه ممكن تحكوها، ممكن ديروها غير دوائر ولا تقطعوا على شكل طولي، هي كتجي زوينه تحطها من الفوق. انا كتعجبني هكا كنحكها، عاد نخويها من الفوق. المطيشه راه كتطلق الماء، ما كنزيدش هنايا انا بزاف في الطاجين. المطيشه والبصله بجوج كيطلقوا في الطاجين الماء. ودابا غنغطيه ونخليه يطيب. كما كتشوفوا غير شويه ديال الماء، شلت بينات ديك الزلافه اللي كدير فيها مطيشه، كنخويها في الجناب هكا. صافي هنا عندي شويه ديال القزبر والمعدنوس، غنديرهم من الفوق نزين به هكا. وغنخلي الطاجين ديالي يطيب على خاطره. وهنايا غنغطيه ونخليه يطيب على خاطره، ونرجع معاكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال الغديوه ديالي. ويا ربي يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم وينال الاستحسان ديالكم يا ربي. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف على قلوبكم. صافي دابا انا غطيت الطاجين ديالي ورجع معاكم بعد ما يطيب. وهاد الطويجين ديالي من بعد ما طاب. نتمنى يعجبكم. عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تشاركوا مع الاهل والاصدقاء ديالكم. هنايا رافقت بشويه ديال الشلاضه عادي، شويه الخس والمطيشه والبصله والخيار. وحتى لهنا كيكون الفيديو ديالي سالا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم.